حبايبي ومتابعيني اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعوني، وجبت لكم حلقه جديده وموضوع جديد رح نطرح على النقاش. موضوع اكثر من رائع. عنوان الحلقه: اسماء موجوده بس بالمغرب، متفردة بس بالمغاربه، مو مستحيل تلاقيها بسوريا بمصر بدول ثانيه، بس عند المغاربه. حكينا في فترات سابقه عن لغه الاشاره، لغه الارقام، لغه الفلوس، امثال المغربيه، كلمات دريجه حيرت العالم والفلاسفه والعلماء. بخلي لكم الروابط بصندوق الوصف اللي ما شاف الفيديو. بس هاي الحلقه صراحه اثارت انتباهي. مستحيل هالاسماء تلاقيها عنا بسوريا. يعني انا كشرقي لفتت انتباهي، انت كمغربي عم تعيشها بحياتك اليومية ما راح تحس بفرق. انا اول ما جيت المغرب سنة سنتين ثلاثة الاولى عم فكر هدول القاب يا جماعة. عمري ما تخيلت يكونوا اسماء. حتى شفت كارت ناسيونال بطاقة التعريف الوطنية لصاحبي، نعم انصدمت طلعوا اسماء هدول. يا جماعة اللي بيعرف معاني هالاسماء يقلنا، وليش تسموا هالاسماء؟ واذا في اسماء جديدة نادرة كمان خاصة بالمغرب اكتبوا لنا اياها. طبعا حبي بتراث المغرب وحضارة المغرب خلى عندي شغف لابحث بكل ما هو مغربي واللي انا بعتز فيه وبرفع راسي فيه. حبايب القلب رح نبلش باسماء رجال. علال بتقلوا سي علال، حدهم بو جمعة على اسم يوم الجمعة. بو ستة، هلا سألت انا على بو ستة قالوا انه عنده 6 اصابع. يعني هي مأخوذة من عالم من فيديو الارقام، ذكرنا بو ستة وبو خمسة. يعني شو هالاسماء فريدي هدول. نسبة لاسم محمد، حو نسبة لاسم الحسين. طب رحو وحدو، هاتوا نشوف. حمو. جماعة اللي بيعرف معاني هالاسماء واللي عم بحكي صح ولا لا يكتب لي بالتعليقات، جزاكم الله خيرا. سيبو عزة، سيبو عازي. يعني اللي بيعرف معاني هالاسماء يكتب لنا. اسماء عجيبة فريدة. عسو، شو معنات عسو يا جماعة؟ ميلود، قل له سي ميلود. انا كنت فكر لقب. سي ميلود مستحيل تلاقي عنا بسوريا ولا بمصر ولا بالسعودية ولا ما بعرف وين. مستحيل. اسماء عجيبة غريبة فريدة بالمغرب، لانه هو شعب فريد صراحة الله. بوشتا، بوشتا اسم تقيل لقيته. سألت على معناه قال انه هذا الشخص ولد بفصل الشتاء. طب بليوت، بليوت، بليوت كمان حاولت اقلب على معناه لقيته ابو الليوس. نسبي لولي صالح كان عنده اسود، ما فهمت كثير. احكوا لنا يا جماعة. طب بيهي بالنسبة لسيدنا ابراهيم. محمد موح، موحة بيصحوا له موحة. اسم موحة ايه يا جماعة؟ في شيف كبير بالمغرب اسمه الشيف موحة. طب بو شعيب، شو رأيكم؟ ميمون، ميمون هون في بيقولوا انه آه مثل جنة اسمه ميمون. انا هذا الشيء بعرفه بسمعه كثير هون بين الاصحاب. ميمون، سيدنا ميمون ولا هيك. شو يا جماعة اكتبوا لنا. الكامل، كمان في شيخ اسمه الشيخ الكامل. صحيح الكامل اسم موجود بالمغرب. رحال، قدور. اكتبوا لنا يا جماعة المعاني، واكتبوا لنا اللي عنده اسماء فريدة تاني. ماشي حبايب القلب. طبعا هالاسماء بس غريبة عجيبة، اسماء حلوة بس ما بتلاقيها الا بالمغرب. السالك، السالك اكثر شيء موجود عند الاقاليم الجنوبية، العيون الداخلة بتلاقيه بموريتانيا كمان. السالك موجود. السالك يعني عند الصحراويين بيسموا كتير السالك. باولو ما بعرف شو اسم باولو. انا بعرف اكلة باولو هي اكل لحم الراس، بس باولو ما بعرف شو معناتها. تيباري، اسم تيباري يا جماعة. حديدان. شوفوا على الاسماء يعني هي حلوة بس تقيلة كتير عنا. مستحيل نحن كشرقيين نسمي هيك اسماء. يعني في اختلاف من السماء للأرض، وهن متفردين بس بهالأسماء. مثل ما تفردوا بلغة الإشارة، لغة الأرقام، لغة الفلوس، إشارات التاكسي، الأمثال اللي عملت لكم فيديوهات تانية عليها. يعني هذا الفيديو يمكن يجيكم عادي، بس هذا عن جد هذا فريد نتيجة تراث ونتيجة ثقافة تسمى هالأسماء. يعني أنتوا ما بتشبهوا كل شيء، أنتوا متفردين. طيب أسماء البنات: عبيبيش ولا عبوش؟ عبو. يعني بتقول لواحد عنا عبو والله بتخاف بدي جوزك عبو. شو معنى عبو؟ الاسم بخوف. بس هو دل على اسم عيشة. بيسموه كتير الأمازيغ والدكاليين يا جماعة. قبائل دكالة عندي أصحاب منهم بيصيحوا عبيبيش، عبوش، عبو. متو، متو ولا خدو ولا الكبيرة. هدول أسماء أنا شفتهم عند الصحراويين بموريتانيا، موجود بالأقاليم الجنوبية للمغرب. متفردين فيهم هدول. متو وخدو والكبيرة، هدول شفتهم. وللا كمان، للا بالاقاليم الجنوبيه هون بيسموا للا، وحتى بموريتانيا بيسموا للا لانه حسانيين، قبائل حساني. السالكه،
اسم كمان متميز ما بتلاقوه الا بالمغرب. خدوج دل على خديجة، خدوج بس ما بتلاقوا عنا صراحة. خدوج. الضاوية، شو معنات الضاوية يا جماعة؟ اكتبوا لنا. يعني الضاوية من الضوء؟ شو معناته؟ الحادة. يعني تخيل عم بقول لابني أنا سوري بدي جوزك حادة، العمى بيخاف. بس يمكن اسم كتير حلو هون عندكم بالمغرب. طامو. خناتا. فخيتا. شو هالأسماء يا جماعة؟ أسماء بتهبل. هلا هي أسماء معناها حلو، أنا ما بعرف معناها، بس هني متميزين فيه. بس الشعب المغربي انا عم بشوف بين اصحابي والمجتمعات والناس والعيال المغربيين انه هالاسماء موجوده. نزهه، كنزه. بتعرفوا شو الكنزه عنا؟ الكنزه هو التيشيرت عنا، وبمصر هو الكوكا كولا. الكنز. الكنزه. هون بسموها كنزه اسم. نزهه، النزهه هي الفسحه، يعني الخرجه للهواء الطلق. نزيهه. جميعه. حجيبه. محجوبه. هالاسماء مستحيل تلاقيها عنا بسوريا. حدوم. شو معنى حدوم يا اصحابي؟ حدوم. اسم كمان اسماء امرأة بالمغرب. ايزا. كمان اسم ايزا اسم مميز، اسم فريد، اسم كتير حلو بالنطق بس ما بعرف شو معناته. ربيعة. ربيعة اسم موجود بالمغرب بس كمان موجود عنا بسوريا، انا دورت عليه موجود. خميسة مو موجود، مستحيل نلاقي عنا خميسة. لخضراء وبيضاء. خضراء وبيضاء ما عندناش. طيب، في اسم منوش وفطوش. اسم منوش وفتوش عندي أصدقائي من الرياف، من الريف المغربي. تحية لكل ناس الريف المغربي، تحياتي لإلهم. وإذا في ناس عم يتابعونا ريافة، أحلى تحية لإلهم. عندي أصدقاء ريافة قالوا لي منوش وفطوش بسموهم كتير عندهم ريافة. اسم منوش وفطوش، بس شو معناته لسه ما سألت. إذا في ريافة اكتبوا لي أنتم شو معناته يا جماعة. طيب. طيب، توف يتري. توفلا. تلا يتماس. تلا يتماس. تثريت. أفغاي نوس. أفغاي نوس. إيدار. هنعيدهم. توفلا. تلايت. تلايت ماس. تثريت. أفغاي نوس. إيدار. هدول أسماء أمازيغية بحدي، أسماء رجال وبنات. اكتبوا لنا يا جماعة شو معناتهم بالدارجة. إذا معانا ناس شلوح أمازيغ، تحياتي لكم. أحلى تحية من أخوكم السوري. اكتبوا لنا شو معناتها الأسماء، وصح ولا غلط يا جماعة. يسعد لي قلبكم أحلى متابعين بالكرة الأرضية. وفي اسم يا جماعة مو موجود بالكرة الأرضية إلا بالمغرب. العياشي. أنا عم يدخلوا بعض الناس بيقولوا لي عياشي سوري. العياشي اسم لقيته بالمغرب، وانا صاروا يصحوا لي العياشي السوري اللي ما بيعجبه انه عم بحكي عن المغرب وعلى تراث المغرب وعم بعمل ابحاث وبحب المغرب، بموت على المغرب، بعشق المغرب. صاروا يصحوا لي عياشي سوري. طبعا انا بفتخر عياشي وبفتخر، وعملت فيديو على هالموضوع رح اترك لكم كمان الرابط بالوصف. احلى متابعين بالكره الارضيه. طبعا عندنا اسماء بسوريا مستحيل تلاقيها بالمغرب. اسم عبد الحميد. اسم عبد الحميد ما شفته بالمغرب، لقيت حميد. حميدة. اسم مليحة. أنا جدتي اسمها مليحة. اسم رمزية. اسم رمز. اسم إيلاف. اسم بنت. اسم عهد. اسم عهد بيصير لاسم البنت ولا اسم الشاب عنا. ما لقيته. غيثاء. اسم بنت. عمر وليس عمر. عمر ما لقيته بالمغرب. عمر وليس عمر، كل شيء عمر هون. نورس. اسم نورس كمان ما لقيته. شام وسوريانا مو موجودين بالمغرب بس حاليا موجودين. في سوري متزوج مغربي وسوري متزوجة مغربي، سموا شام وسوريانا، يعني انضافوا للكلمات المغربية. يعني تخيلوا اسم شام وسوريانا دخلوا نتيجة زواج مختلط من سوري لمغربي ومن سوري لمغربي. سبحان الله العظيم. شفتوا؟ جعلناكم قبائل وشعوب للتعارفوا، يعني ما شاء الله، يعني تبارك الله. أنا بفتخر بكل ما هو مغربي. بس الاسم اللي حير العلماء والكرة الأرضية والفلاسفة واللي كي حمق، انا بدي اعيط لاي واحد مغربي عرفت اسمه ما عرفت اسمه، حتى عم بحكي معه وعم بتواصل معه دائما ولا بمره سالته على اسمه. يمكن يحكي معه 10 مرات وما سالته على اسمه، خجلت اساله على اسمه. عيطوا السيمو. والسيمو. والسيمو خويا السيمو. السيمو عافاك. خويا السيمو. والسيمو كي داير لاباس عليك. تلاقيته مثلا صدفه بعد 3 4 سنين ونسيت اسمه، حشمت قال له نسيت اسمه. واخويا السيمو كي داير لاباس؟ اش كتعاود؟ لاباس عليك؟ كل شي بخير. فكل المغاربه اسمهم السيمو. سبحان الله. كل المغاربه اسمه السيمو، هو من اسم محمد بظن. بس كل شيء اذا تلفت لك الاسم واخويا السيمو. واخويا السيمو. بس ما تعيط لاختي السيمو. لا، عيط للا واختي. للا ولا.
عندك تعيط لشي بنت وسيمو، عيط له اختي لا كذا، تقول هذاك السوري هو اللي قال هاي الهضره. عندكم ردوا البال، انا قلت لكم الدراري. اخويا السيمو، عافاك السيمو، السيمو فينا صاحبي، ما بقينا شفناه. وشتو يا جماعه، هذا الاسم حير العلماء يعني. يعني المغاربه لكل شيء اخترعوا له فن. لغه الاشاره، لغه الارقام، لغه الفلوس، اشارات التاكسي، اشارات الكتابه، احرف وارقام بالفرنسي، الأمثال المغربية كلمات ضريجة صعبة، ما بفهمها إلا هني. حتى الأسماء نفس الشيء يا جماعة يعني. سبحان الله. وأنا بدي منكم إذا بتعرفوا أسماء فريدة ونادرة وبس خاصة بالمغرب، بدي إياكم تكتبوا لي إياها بالتعليقات. وشو رأيكم بالفيديو هاد والفيديوهات السابقة؟ رح خلي لكم روابط بصندوق الوصف، واللي ما شافون يشوفون وأعطوني رأيكم. أنا من كتر حبي لثقافة المغرب وحضارة المغرب صار عندي شغف، وعم بدور بهالشغلات، وبحاول أقدم فيديوهاتي بطريقة مبتكرة، فكاهية شوي، بترمز للتعليم وإلى هدف، إلى هدف إلى هدف قيم، إنه ننشر هذا التاريخ ونحاول نجمعه. وممكن ما تردوا البال عليه، بس هو بالفعل تاريخ فريد، وبيصير الشغف ومميز كتير، وأنا بحبه كتير كتير كتير، وبفتخر بالشيء اللي عم بعملوه. وهاي أكتر من هواية أنا عم مارسها حاليا. وبحبكم كتير كتير كتير، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونا زر الجرس، تعليق، كومنتير، ومشاركة الفيديو على أعلى مستوى. كان بغيكم بزاف 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 ناس المغرب، مع احترامات أخوكم السوري. وبغيت من متابعيني الأوفياء يقولوا لي أشنو بهذا الفيديو شي مميز، أشنو تغير بهذا الفيديو، كان شي مميز عن الفيديو السابق. اللي عرفه غادي يكون متابعني بالصح، متابع وفي ليا. يسعد لي ألكم أحلى متابعين بكرة أرضي. حب كبير لكم.